الا ايه هو حكايه الكنافه وسر ارتباطها بشهر رمضان؟ بس قبل ما اقول لكم على حكايه الكنافه تعالوا الاول اخدكم جوله جوه مصنع الكنافه علشان تشوفوا مراحل تصنيعها بالتفصيل. اول واهم خطوه طبعا هي عمايل عجينه الكنافه نفسها، وهنا بقى اشرف قرر ان هو يقول لنا السر اللي يخلي عجينه الكنافه مظبوطه صح. ميه، عسل، سمنه، لبن. العجينه بعد كده بتروح على المكنه دي علشان تنزل الكنافه الشعر زي ما انتم شايفين، تاخد لفتها على الصاجه وتطلع في الاخر بالشكل اللي انتم شايفينه ده. بس انتوا تعرفوا ان في صراع على اصل الكنافه بين مصر والشام؟ بيقولك ان اول واحد اكل الكنافه دي كان الخليفه الاموي معاويه بن ابي سفيان. هو كان راجل بيحب الاكل جدا، فكان بيجوع قوي في نهار رمضان، فسال الدكاتره بتوعه ايه الحل في حاجه زي كده. فالدكاتره ساعتها نصحوه ان هو ياكل كنافه، هي دي اللي هتسد معاه في فتره الصيام، وعلشان كده اتسمت كنافه معاويه على اسمه. الروايه الثانيه بتقول ان اول بلد عرفت الكنافه هي مصر، وتحديدا في العصر الفاطمي لما المصريين خرجوا علشان يستقبلوا الخليفه المعز لدين الله الفاطمي وهو داخل القاهره، والكلام ده كان في شهر رمضان، وقدموا له وقتها حلويات الكنافه علشان يرحبوا بيه. طب اساسا ليه الكنافه اتسمت كنافه؟ في تفسيرين. التفسير الاولاني بيقول ان كلمه كنافه جايه من كلمه كنف في اللغه العربيه الفصحى، لان الكنافه بتكون محاطه بالمكسرات والعسل. التفسير الثاني بيقول انها جايه من كلمه تشنافه، ودي كلمه موجوده في اللغه الشركسيه معناها لون البلبل. انتوا بقى شايفين انهي تفسير اللي صح؟